أحد أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم الجزائرية، عمل في السوق لمساعدة أشقائه في التعليم. اعتزل الكرة مبكراً بسبب حالته النفسية، ولكنه عاد ليحقق الأمجاد. قاد منتخب الجزائر للعودة لمنصات التتويج والفوز بلقب كأس إفريقيا. لعب لأكبر الأندية الفرنسية والعربية وما زال يؤدي في الملاعب. يعد جمال بالعمري من أبرز المدافعين مع منتخب الجزائر خلال السنوات الأخيرة، وقدم مستويات مميزة مع محاربي الصحراء في المباريات التي شارك فيها. ويلعب جمال بالعمري صاحب 34 عاما حاليا مع نادي مولودية الجزائر الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر. وظهر بالعمري كأحد أبرز المدافعين في الكرة الجزائرية في آخر 10 سنوات، وكان ورقة رابحة في خطط جمال بالماضي مدرب الخضر السابق خلال الفترة بين 2018 و2022. فقد عانى بالعمري المدافع الملقب بالصخرة من مشاكل عديدة في بداية مسيرته الكروية، وكشف عنها خلال المقابلة التي أجراها مع سلسلة لا كازا ديال سبورت التي تبث على قناة الشروق ومنصة يوتيوب. وبدأ جمال بالعمري مسيرته باللعب مع نادي ديار العافية قبل أن يلتحق في سن 14 عاماً بفريق الاتحاد الرياضي لحسين داي، وبعدها ب3 أعوام قرر بالعمري إنهاء مسيرته الكروية بسبب المشاكل النفسية التي عانى منها نتيجة طلاق والديه ورغبته في مساعدة عائلته التي كانت تعيش حالة من الفقر الشديد. وقال بالعمري في تصريحات لسلسلة لا كازا ديال سبورت: اضطررت للعمل في سوق بومعطي بمسقط رأس بلحراش من أجل مساعدة أشقائي على استكمال دراستهم وتعليمهم. وفي سن 18 عاماً قرر جمال بالعمري العودة لفريقه السابق الاتحاد الرياضي لحسين داي قبل أن يخوض تجارب ناجحة مع نادي نصر حسين داي الناشط ضمن دوري الدرجة الأولى، ليقع تغييره مركزه في المهاجم المتقدم للظهير الأيمن ومن بعدها لقلب الدفاع. المسيرة الكروية لجمال بالعمري عرفت نقلة نوعية في موسم 2008-2009، حيث قدم لمحات جيدة مع فريق العاصمة الجزائرية، ما فتح أمامه أبواب الانضمام لمنتخب الجزائر تحت 21 عاماً. وتألق بالعمري بعدها مع شبيبة القبائل ووفاق سطيف، وينضم عام 2016 لنادي الشباب السعودي، وقدم معه مستوى مميزا جعله ينضم إلى منتخب الجزائر. وكان بالعمري النجم الحالي لفريق مولودية الجزائر أحد أبرز الأوراق التي اعتمد عليها جمال بالماضي منذ توليه تدريب الخضر عام 2018، ولعب دورا كبيرا في فوز محاربي الصحراء بلقب كأس إفريقيا 2019 بمصر بعد التغلب على السنغال 1-0 في النهائي. والتتويج بلقب كأس إفريقيا يعد أكبر إنجاز في مسيرة صخرة الجزائر جمال بالعمري، خاصة وأنه تحقق بعد غياب طويل لمحاربي الصحراء عن منصات التتويج. وحقق جمال بالعمري حلمه في عام 2020 بالاحتراف في أوروبا، حيث انضم لنادي ليون الفرنسي قبل أن يخوض 3 مغامرات عربية تباعا، بعد ذلك مع قطر القطري والخليج السعودي والوصل الإماراتي. وشارك المدافع المخضرم بالعمري في 21 مباراة مع فريق مولودية الجزائر خلال الموسم الحالي 2023-2024، ولم يسجل أو يصنع فيها أي أهداف.